مبدئيا كان قرار قاطع من الاول ان انا منتجاتي مش هيبقى فيها مواد حافظه، ودي كانت بتمثل يعني صعوبة شديدة لصديقي وزميلي الدكتور صاحب المعمل اللي كان بيساعدنا وبيساندنا، انه نرمين الدنيا كلها شغاله وده تخصصه بقى المحسنات والمواد الحافظه، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كده، لا انا عايزه كده. دايما الناس بتجيلك فتقول لك لغه السوق، خلاص يعني ما ينفعش. طب انت حاجتك هتعفن وهي عرفه انا عايزاها تعفن، معلش اللي هو عارفه ما تبتدي هو كده ما هي على فكره هنسيبها تعفن. كانت الناس في الاول تيجي تشتكي حاجتك بتعفن، على فكره دي حاجه في مصلحتي، دي حاجه يعني دي حاجه حلوه مش وحشه، حقيقه ده صح. لانك لو جبتي عيش او جبتي طماطمايه وحطيتيها في حته حر لمده 3 ايام هتعفن لانها طبيعيه ولو